5 جنيه والجملي هو أملي. من وقت ما أعلنوا خبر وفاته والسوشيال ميديا مقلوبة وسط حالة كبيرة من الحزن على رحيل إبراهيم الطوخي، أشهر معلم سمين في المطرية وصاحب جملة الجملي هو أملي. أنا باكل سمين وبضرب التخين. رواد التواصل اعتبروا وفاته يوم 27 رمضان إنها علامة على حسن الخاتمة، وكان خبر الوفاة صدمة كبيرة خصوصاً إنه تعرض لأزمة قلبية مفاجأة، وبعد ما دخل المستشفى عشان يدخل العمليات اتوفى. عدد كبير من متابعينه على التيك توك شافوا إن اللي حصل له ممكن يكون بسبب السمين وفواكه البحر اللي كان بياكلهم كل يوم، وبيأكدوا إنها رفعت الكوليسترول في جسمه وده اللي عمل له جلطة في القلب. لكن لحد دلوقتي محدش أكد المعلومة ولا نفاها، لكن بشكل عام اللي حصل يخلينا ناخد بالنا من طبيعة أكلنا، خصوصاً إن الطوخي صرح قبل كده إن حتى ولاده بياكلوا من السمين اللي بيعمله، وقال إن ابنه بياكل 30 رغيف في اليوم. الطوخي اشتهر في وقت قياسي على التيك توك وكان بيبيع الرغيف ب5 و10 جنيه لدرجة إن المشاهير كانوا بيروحوا له، وكان بيتمنى يعمل ديليفري ويوصل الطلبات للناس. ادعوا للمعلم إبراهيم الطوخي بالرحمة والمغفرة.